لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أغلقت الصيدليات أبوابها اليوم الخميس 13 من أبريل الجاري تنفيذا لإضراب دعت إليه 4 نقابات مهنية. وشاركت حوالي 12 ألف صيدلية في إضراب لمدة 24 ساعة دون تأمين فترة الحراسة، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين. وبحسب المعطيات التي توفرت لدينا فإن جميع الصيدليات شاركت في هذا الإضراب، باستثناء بعض الصيدليات في وجدة والدار البيضاء التي فتحت أبوابها تنفيذا لقرار عاملي، وذلك من أجل سد الحاجة الماسة للمواطنين من الأدوية. واعتبر الدكتور حسن عاطش رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس في تصريحات له أن الإضراب حقق أهدافه بجمع شمل الصيادلة، بل إن شركات التوزيع دخلت على الخط كذلك، وعبرت عن تضامنها المطلق مع القطاع. وبحسب عاطش فإن هذا الإضراب حمل رسائل متعددة الأبعاد من خلال التضامن بين أبناء المهنة والتواصل مع الإعلام والمجتمع لتوضيح أسباب ودواعي هذه الخطوة. ويأمل المتحدث أن تكون الجهات المعنية التقطت رسائل الصيادلة، مؤكدا أن الملف وصل إلى أبعد جهة، ومن المرتقب أن يتدخل رئيس الحكومة لحله. وأضاف: نحن لا نطلب المستحيل، نطلب تطبيق القانون فقط، مشيرا في هذا الصدد إلى التطاول على الصيدلة من طرف من ليست لهم صفة قانونية. وتابع المهني ذاته: الأدوية تباع اليوم على الإنترنت وفي الأسواق وفي بعض الحوانيت، كما أن بعض الجمعيات أصبحت تبيعها، كما هو الشأن بالنسبة للأدوية الخاصة بداء السكري، وهو ما يشكل خطورة فيما يخص غياب المصدر. مردفا: رسائل الصيادلة وصلت، وإذا لم يفتح حوار جدي معنا فإننا سنعلن عن خطوات تصعيدية أخرى. وفي أول تفاعل للحكومة مع إضراب الصيادلة، أكد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان في ندوة صحافية اليوم الخميس عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن الحكومة تعتز بالصيادلة كشركاء وستواصل الحوار معهم، مشيرا إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقد لقاء جديا ومسؤولا مع الصيادلة من أجل مناقشة مختلف القضايا، سواء المتعلقة بالتمثيلية أو بالإكراهات التي يعيشها القطاع. وزاد: الحوار سيبقى مستمرا من أجل أن نصل إلى حلول واقتراحات مهمة خدمة لهذه الفئة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.